بعد ذلك الكرة ملعوبة لصالح الشباب، الكرة ملعوبة إلى إبراهيم يتارى، التغطية من ماجد المرشدي في صالح الشباب على الجهة اليسار، التقدم إلى ناصر الشمراني في متابعة من ماجد المرشدي، وصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى بحارس مرمى الهلال. المباراة فيها جس نبض في الدقائق الثمان الأولى. الفرصة الخطيرة وصلت عند أحمد عطيف، لكن عطيف لم يسجل. الهلال حتى الآن بفرصة واحدة، ربما شبه الفرصة لم تكتمل. كرة أحمد الفريدي إلى يوسف العربي لم واضح أنها مؤجلة للجولة الثانية. ماجد المرشدي يطلع كرة إلى خارج أرض الملعب. طبعا نبارك لفريق الاتحاد ولجماهيره وصلت إلى يتارى، ثم ناصر الشمراني في تمريرة ترجع له مرة ثانية. الشمراني مرور، الشمراني ما زالت مع الكرة، تمريرة ممتازة، نقلات ممتازة باللاعبين الشباب، انتهت إلى يوسف العربي الذي يحصل على كرة. ماجد المرشدي ملعوبة في وسط الملعب مرة ثانية إلى المرشدي، تمريرة إلى الجهة اليمين صالح القميزي، مرور ممتاز بين الأقدام لعبد الله الزوري، ما زالت الكرة مع القميزي، أيضا حاول التجاوز المرة الثانية. صالح القميزي واضح أن اسم قادم في الجهة اليمين للشباب، الشباب المتمسار ممتازة في مصلحة الشباب، عرضية لمنطقة الجزاء مقطوعة، راحت ماجد المرشدي يلعب الكرة إلى أسامة هوساوي. نعم اليوم الحضور الإخراج بأحسن صورة، لكنه وليد عبد ربه لعب كرة طويلة إلى إبراهيم يتارى ينتظر القميزي، لكن الكرة طلعت إلى خارج أرض الملعب، والصافرة ضربة حرة مباشرة جاءت. القميزي على فكرة طبعا آخر كلام خلاص ما عاد بجايب له أخو. مرور للشمراني والتسديدة إلى خارج أرض الملعب، لا ما كان من الشمراني، ما كان من الشمراني، المرور الماضي كان من القميزي. الشباب 10/10 بالمباراة، يمنع الهلال من التسجيل. الهلال حاول بشتى الوسائل بكل الطرق بكل ما يملك بكل إمكاناته أن يسجل. عودة إلى ماجد المرشدي، مدرب الهلال يقتنع الآن بالزج بيونغ سو في شوط المباراة الثاني. الآن هو البديل 3 مباريات، على اعتبار أنه هناك مباراة لن تقام، مباراة الاتحاد المؤجلة، هذه كرة اللعب بالراس. إذا عند وليد عبد الله الشباب ما زال متفوق، وجمهور الهلال بدأ الآن يترك مكانه. الجمهور الشباب أبعد من المكان القانوني. الشلوبي يلعب كرة ساقطة الآن وبالراس إلى وليد عبد الله. حتى هذه الفرصة عجز فيها الهلاليين عن التسجيل. شوف العرضية إلى ماجد المرشدي إلى وليد عبد الله، وليد عبد الله يلعب كرة سريعة لناصر الشمراني.